السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي حلقه طرش من الاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرة الله عايزك لا تنسى اللايك الشارخ الفايح السايح النايح، ولو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناه انزل اشترك بقى واعمل الجرس على الكل. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله وزيع يا ابن والدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لك مرة تانية صديقي بفيديو جديد بشرح جديد. شرح النهاردة يكون عن طريقة ازاي تعمل رقم فيك امريكي للواتساب او للتليجرام او للفيسبوك او لجميع مواقع التواصل الاجتماعي. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل اي حاجة جديدة يوصلك اشعار. ويلا بينا على الشرح. طب كده يا صديقي، ده مبدئيا التطبيق اللي احنا هنستخدمه في الشرح النهاردة. طبعا بيفتح معاك بالواجهة دي. طبعا عندك اول حاجة هنا الدول. عندك هنا طبعا دول كتير أكتر، حرفيا من 20 دولة. عندك مثلا هنا اللي هي 44، اللي هي رمز الدولار بتاع 44. وعندك طبعا دولة هولندا. طبعا عندك حرفيا أرقام كتيرة من دول كتيرة. وعندك طبعا فنلندا. وعندك طبعا السويد. طبعا البرنامج ده بينزله تحديثات كل فترة من المتجر بلاي. عندك طبعا دولة أمريكا. طب لو أنت عايز تفعل أي رقم كده، طبعا زي ما أنت شايف اهو تقعد تضغط على كلمة موردي. طبعا بيبدأ يظهر معاك الأرقام. عندك طبعا أسبانيا. وعندك طبعا دول كتيرة حرفيا، يعني من كتر الدول بص أكتر من 30 دولة حرفيا. وعندك طبعا الدول اللي انت مش هتلاقي فيها كده، يعني انت مثلا لو ضغطت مثلا على دولة زي دي كده اللي هي المغرب، هيقول لك ده لسه ما نزلهاش أرقام. فانت مثلا هتضغط على أي دولة كده، زي مثلا اللي هي الدولة دي. هتبدأ بقى إن انت تضغط على كلمة مور دي كده. تمام. يعني تبدأ إن انت بص حرفيا هتنزل بقى ايه الأرقام اللي تحت اللي هي ايه محدش بيستخدمها. تمام. وهتيجي مثلا على اللي هي ايه، على اللي فاتحة رسائل عدد صغير، مثلا هنا 11. وعندك هنا 12. وعندك هنا 21. وعندك هنا 24. فانت مثلا هتيجي على الدولة دي على اللي هو الرقم ده كده. طب هنا انت بتضغط على كلمة نسخ، الرقم بيتنسخ معاك. وعندك هنا طبعا لو انت عايز تغير الرقم. وعندك هنا طبعا لو الرقم غير متوفر. وعندك هنا لو انت عايز تضيف الرقم في المفضل، لو انت مثلا فعلته او انت مثلا محتاج الرقم ده، فانت تقدر تضيفه للمفضل، يعني انت تحفظه. تمام. بالنسبة للكود بقى، الكود بيوصل في المنطقة دي بالظبط، اللي هي منطقة الأكواد دي. عندك هنا طبعا من 9 ساعات. وعندك هنا طبعا بيفعل دول كتيرة، مثلا انت تاخد الرقم كده نسخ. وبعد كده تخرج وتدخل على أي نسخة بقى واتساب، سواء أعمال سواء رسمية أي نسخة. طبعا بعد كده تحط الرقم. بعد كده تستنى كام ثانية كده نشوف الرقم شغال ولا لأ. طب زي ما انت شايف اهوت رقم الهاتف لازم مسجل بالفعل في واتساب. لو انت بقى عايز تنقل الرقم أو انت عايز تشغل الرقم، تضغط على اللي هي كلمة متابعة دي. تمام. اللي هي الكلمة دي كده. وطبعا هتشوف الرقم هيطلب معاك كود، طبعا بعدها التحقق بطريقة أخرى. طبعا هو هنا الكود محروق بيقول لك اطلب بعد 5 ساعات. هتخرج انت كده. طب بقى لو انت عايز تفعل رقم أمريكي، هتضغط على دي كده. وتبدأ برضو ان انت تعمل نفس الخطوات. وبعد كده يا صديقي هتبدأ ان انت تضغط مثلا على أي رقم كده. طب ركز معايا في نهاية الشرح عشان اقول لك ازاي تحمي رقمك. لو انت فعلت رقم ومش عايزه يتحذر، هقول لك ازاي ما يتحذرش. تبدأ ان انت تاخد رقم نسخ كده. طيب انا ضفته في المفضله اهو زي ما انت شايف كده، عشان الرقم ايه ما يروحش منه. حتى لو راح انا اقدر اجيبه من بره عادي. نبدأ طبعا ان احنا ندخل كده على اي نسخة بقى عندك ونشوف الرقم ده شغال ولا محدود زي الرقم اللي قبليه. طبعا تعمل لزق الرقم كده. وبعديها برضه هتضغط على كلمة نعم دي. طبعا زي ما انت شايف اهو بيقول لك جري ارسال الكود. طبعا هنا بيقول لك الرقم اصلا ليس خلويا لدولة الولايات المتحدة. طب وبس كده يا صديقي، انت هتفضل بقى انك تجرب ارقام، يعني مثلا تجرب رقم واتنين وتلاتة، ممكن يتفعل معاك من اول مرة، من تاني مرة، من تالت مرة. تمام. طبعا البرنامج ده هتلاقيه في قناة التليجرام، هتلاقيه مضغوط بباسورد. الباسورد مكون من 4 أرقام. ال4 أرقام هما 80 70. الباسورد 80 70.
طيب يا صديقي، لو فعلت رقم ازاي تحميه؟ طب تمام، اول حاجه هنا ما ترسلش منه اي رساله غير بعد 24 ساعه. تمام. عندك كده ما تدخلش اي جروب غير بعد 8 ايام. الناس اللي بتفنش الارقام وكده لازم تخلي الرقم معاك في النسخه 8 ايام اقل حاجه، بعد كده تنضم في الجروبات زي ما انت عايز. وما تنضمش في جروبات كتير عشان الرقم برضه ما تحذرش. وعندك هنا طبعا ما ترسلش اي صور او فيديوهات على طول، يعني ما تفضلش تعمل صور وفيديوهات على طول. رابعا بقى انك تفعل التحقق بخطوتين، دي ميزه مهمه جدا عشان الرقم ما يتسابش منك، وبرضه تربطه بجيميل. وعندك هنا طبعا ما تحطش اي صوره خلفيه لمده 5 ايام. وعندك هنا ما تنقلش الرقم من نسخة لنسخة غير بعد 24 ساعة، مش كل شوية تقعد تنقله من صاحبك وتليك، وبعدها ده من صاحبك ليك تاني، وبعدها من ليك انت لصاحبك، وهكذا. تلاقي الرقم اتحذر منك على طول. ثانيا بقى مستحيل اوعى تعمل اي جروب خالص. الجروبات دي ما تعملهاش نهائي، ولا تنشئ اي جروب. عندك بقى واخر حاجة، ما تعملش اي رسالة جماعية، لان دي بتسبب حظر الارقام الاساسي والفيك وكل الارقام. وبس كده يا صديقي، نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. واشوفك الفيديو الجاي يا عمر. سلام.